فلنقول حدادا على شهدائنا الأبرار لحظة صمت لو سمحتم وشكرا. سلام عليكم. There's a row and some welcome remarks, please. أدرسكم كلهم. بعد حمل أخوتهم بروحوا أستاذ أخوت قدامي. تجلسكم تدخلوا بعزوم معكم اللي تعبوا زلمون مثلثين يبقى نبدأ من ثم نحضر الفيديو. سأتناقش ونقع ولا الرشح النوري استدبل أسألني تعمل متزبر أو متين هذا نقع حاجة تعمل كأهلها زيني كأني بعد حاجة تعمل أهلها تاي محتيو دي لو نبعلو نزلنا مهنيات شرحوا إسران أربعة على النخاو معاتي للأنسيو للبرتع تسارح النديم نقول نمعلم للأنسيو كالسلمة بس إذا مازي كل عالم يسوق إذا شرح هذي كل نقول يسوق زلمة من العالم كذا زعوان باي زعوان البرتع تسارح النديم إذا حصل زي مع الطريق قلنا وثم الناس تبغى نقول كن كيدن كن كترون يزهرنا سلازي أكل معينهم زي في الحاول ده أو عندك أستطري كلهم عدد بولو على تدخل كاستوديو ولا تبعتهم كل سنة زي في الحاول ولا تبعيله اجتماع طويل وصي أستطروا المعرضين مجموعة قوانستيتي مراحيت من مسايا هتكون لناس أغدا مملكات أغداسي لأبنت بس قدرت مرعى
ምኽልካል ምዕንቃት ካብቲ ምህርቲ ወጊድ ንበሎ ከምኣነት ብዙሕ እዩ ንግዲ ይኹን ካልእ ምጣኔ ሓብታዊ ተሳትፎ ኣኽባራታዕ ብግብሪ እንተዓጠቐሉ ኣብ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ከተሳተፍ ማዕፆታት ይከፈት ነባራት ዓያው ኣብ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ድማ ኣብ ዝተፀንዐ ሓቅታትን ሓበሬታታትን ተመርኪሳ ጠለባታ ከተመሉ ኩሉ ዕድላት ይከፈተላ ፖለቲካዊ ተሳታፍነታ ንይስሙላ ዘይኮነ ሓቃዊ ምስ ብዝሒ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ዝመዛዘን ኮይኑ ክገሃድ ምፅዓር ንመሪሕነታዊ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ኣቃልቦ ምሃብን ንኩሉ መሰላታ ክረጋገፅ ምንጣፍን ኣካል ናይ ዝጨመረዚ እዩ ንኩሎም ደገፍቲ መሓዙት ደለይቲ ፍትሒ ነዛ ምብርታዕ ኣሳታፍነት ትብል ጭርሖ ብምልዓል ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮን ሙሉእ ወርሒ መጋቢትን ክበዓል ንፅውዕ የቐልየና ርሑስ በዓል 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ይግበረና ተንኪዩ إلسا مسفر وهذه ترجمة إلى اللغة العربية لما قالته الأخت إلسا مسفر أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا الإخوة والأخوات السيدات والسادة المحترمين دعوة إلى إلهام الشمولية هذه الدعوة لكل الذين يهتموا بالعدالة والمساواة ومساواة المرأة مع الرجل أن يتخذوا هذا الشعار مأخذ الجد وهذا الشعار لعام 2024 هو إلهام الشمولية Inspire Inclusion من International Women's Day وهذا الفكر لابد أن نتذكره ونواجهه دائما وأبدا في حياتنا اليومية أولا المرأة أو الفتاة الإريترية لابد أن يكون لها الحرية حرية الفكر حرية القرار أخذ القرار في مسيرها وفي حياتها لابد أن يكون لها الدور الفعال في شؤون حياتها الدراسية أو في حياتها الزوجية أو في التجارة أو في العمل أو في السفر لا بد أن يكون لها الاشتراك في كل هذه المجالات لازم أن يفتح لها الأبواب لتفهم في أمور صحتها الشخصية وحالتها النفسية والسيكولوجية حتى تتوصل إلى قراراتها الشخصية في مجال السياسة في مجال القيادات ونود أن يكون لها دور فعال في كل هذا ونرجو من الرجل أن يدعمها في هذا المجال وكل عام والمرأة الإريترية بخير وكل عام وأنتم بخير وشكرا لكم Electronic Balance State in Boston type
عزوز مسكانا أقولكم أقول على النظام على الأنسيون كل تلك الأنسيون أما العالم الزمانات كل مأذنات محبراوي هو فتحن صلاة معرفة من الرجاز زكاة يوم السنة سخفنا مسوأة من الزكاة نسترجع زي عودان من السبان زي تزازم بداية حدث بدلات المبدأ كأسنا أتصار مهان أن نستعلن مبصعنا أن حدثوا بالمعاتي أبعاد حتى معاتي شو متمقابل فحزي كنا والمقابل بملتان نتان أكرة سبب فتن مسفان معلنا أمن الدفاع والسنة بزاز تصارها تبعدك عن السوء وكم نزلزل الدورية أقول أوكي كنا تاريخ كاسين كاسين جبنا نتبع جعل كاسين نمجلسن نمستمقارن نمخبارن عمل مسح كحل وجهنا لعن تتمجدون زبوع أيضا تتمنى لقنا نكون نسمع تايسي مدار تسلزي تجكلنا تاريخهم مسألة شمال تبقاليت بحثي المدكاس كافشين شعبتن تشعبتن سابق شعين شعبتن تسوان عمشتن استفاد عليها هذا كما علمنا هو مع الكانسيو خبروا كان تنبله أبسط عن عمشتن يقول هذا كيان كم علمنا هو مع الكانسيو خبروا السنة كما صار مؤثر كان عمل مسح حوالات هذا لا يعمل كما يوصل لا يزال من عمل كتشريع السنة بعد انتمادها تساتفوا بالعالم لكن شو جزاء السنة نتساتف من نزل على نوع وبنتن سلطان مكانته يبلوين لين تزين هذا ما يسمى حسب استدلالهم تكونوا مستلزمين. In spite of inclusion, when women themselves are inspired to be included, there is a sense of belonging, relevance, and empowerment. نحن عمل إيمان إذا كان شركة في الكتاب الصوت السلام عليكم. من تايسي نايزا عمل زي عشان تقدم قابل للزخرين ذكر زلنا كانسيو سعيدة تسكت والمزرعين. Recording in progress. بسمع التدريها ندخل بهلاهم على حالات الاتسان أساسنا إن المؤمنين زي كونس وقلت سنة قادر مسنا إلينا نتبع قادر ناس نستقبلها فنزنا زي قلت سنة مفاد سبعة أو صورة تتصور هذا كاسو مع صوت كفيف الماء تقول حسب ولا نسيت إركان من بعدها كابسون عدي جميعا كابشاف سكاشاف أو بشتها قلب أبسدتن نتنا سألتن حبيبتن هذا سلا أرجع صفام عمتان زكاية تو كاسي كلمة من مش كل استغفر مسوات تابن إرجاي ولا سيتي سامع ألسا كم زي هو أمورنا من الجماعات كم خبر كلنا لتنهي وتنسخ فلا أديتاتنا أحوالنا ذكرنا لا ذكرنا لتن ديكتاتورية وسرعة أما أسلت السآزل وحبينيها كيف سعنا مستمد تقنية سلطة ألوان السآزل وزيغاتاتنا أبكاسي وحوال كم زلنا نحبرنا يوضع شخص ستخفلنا ستقدرنا حرارتاتنا تجويداتنا حزبنا حيام المبارك مبسعنا نحدثنا كأسنا بزحاننا نرجعوا لما اتصادوا كان أن أثناء مهارو كرغان جوا عوض الفتح سلاما زكاية كأسنا تجبئرجا لزائر كان زل ألم تنبر ذكرنا موصل السماعاتنا نزعوا الدواء وحسنا نسلنا سليكم سمعكمني يا أمير كوسر بعد
People on Zoom cannot hear us in the beginning. People on Zoom, can you hear us? Please send a text. This is live on Facebook. This is being live on Facebook under my name. People on Facebook, if you can hear us, let us know. And people on Zoom, no message. Someone answer the dilemma. Can somebody send us a chat if you cannot hear us? Yes or no? We want people on Zoom to hear us. So, please reply. Yes, sir. Okay, we'll continue. Translation of what Zaka just said. السيدات والسادة، الإخوة والأخوات، الضيوف الكرام، مرحبا بكم والسلام عليكم. نيابة عن جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا، نشكركم على حضوركم الكريم لهذه الأمسية في هذا اليوم الثامن من شهر مارس 2024. وأسمحوا لي أن أقدم لكم خالص تحياتي القلبية الحارة وتقديري وخالص شكري بالنيابة عن جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا. اليوم نحتفل في جميع أنحاء العالم في كل البلدان وفي كل مكان بيوم المرأة العالمي. اليوم نتذكر كل النضال والتضحيات التي قدمتها المرأة عامة والمرأة الإريترية خاصة لضمان العدالة والمساواة بين الجنسين. اليوم نتذكر ونحتفل بالإنجازات والتفوقات. نتذكر اليوم استمرار كفاحنا للتغلب على القضايا الغير مكتملة ومواجهة التحديات الجديدة. اليوم ندرك استمرار هذا الكفاح المتواصل ونجدد عهدنا والتزاماتنا. اليوم هو يوم تكريم النساء الشجاعات التي لعبن دورا حاسما في تعزيز المساواة والعدالة في كل المجالات. نكرم اليوم المرأة الإريترية في هذا الشهر، شهر مارس، وكل يوم من هذا الشهر. اليوم خاصة نكرم ونذكر المرأة الإريترية الشجاعة، ولا نبالغ حينما نقول أنها ليس لها مثيل بكل بطولاتها، ولهذا تستحق أن نحتفل بها في كل يوم في هذا الشهر. والشعار لهذا العام 2024 هو Inspire Inclusion أو إلهام الشمولية. وعندما يتم شمول النساء أنفسهن ليتم دمجهن، يكون هناك شعور بذلك الانتماء والأهمية والتمكين. اليوم نتذكر المناضلة سعدية تشكو والمناضلة ورقو زرعي. في هذا اليوم
العربية قاتلوا بحزم وشجاعة من أجل حقوقنا نحن، ولا بد أن لا ننساهم، لا ننسى إصرارهن وعزمهن على القتال والكفاح لسنين طويلة. هؤلاء المناضلات فتحنا لنا الأبواب وفتح الأبواب أمام النساء التي انضممنا إلى الثورة لاحقا. والمرأة الإيرترية في الوطن وفي المنفى ما زالت تناضل من أجل تحرير البلاد، من أجل كرامتها ومن أجل المساواة بين الجنسين، وهذا الأمر ليس بالسهل. ورغم كل التضحيات التي قدمتها في أيام الكفاح المسلح إلا أنها لم تنل ثمرة نضالها من العزة والتقدير والاحترام والكرامة التي تستحقها للأسف. بينما نحتفل بهذا اليوم دعونا نتذكر الأخوات والفتيات والمراهقات الذين ضحوا بحياتهن من أجل الاستقلال، ولا ننسى أبطالنا الذين يعانون في السجون، سجون إريتريا في ظل هذا النظام الدكتاتوري. النصر للنضال من أجل العدالة والسلام. تحيا إريتريا الحرة، تنظيمنا الحر ضمان لحقوقنا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وشكرا لكم. Salam, salam. Dear brothers and sisters, thank you for coming here. Thank you for your participation on my behalf and as well as the Eritrean Women's Association of Northern America. Allow me to extend my sincerest wishes and gratitude on behalf of the Eritrean women. International Women's Day honors women's contribution to justice and gender equality throughout history and in all aspects of society. To remember to celebrate accomplishments, our battles to overcome unfinished business and new problems. It is a day to recognize that it is continuing and renewing our commitment. Dear and valued members, on day of March 8th, we honor bold women who have promoted equality and fairness in society. It is a month of remembering Eritrean women have a rich history of struggle and heroism that deserves to be celebrated every year. Even if they're allotted more than 1 month. It is not an exaggeration to state that it is not, because it is unique. To summarize, from 1909 to 1975, including when the United Nations officially recognized International Women's Day in 1975. After it had previously been observed, following this, the United Nations selects a theme for each year. In 2024, the theme is stimulating women's participation. Motivating women to participate can lead to increased ownership, responsibility, and authority. Additionally, inspiring women to be included can provide a sense of belonging, relevance, and empowerment. This year's theme is for women in Eritrea. I'm not saying because we remember Saadia Kislo and Robo on the 8th of March of this year, motivated, they smashed through all the cultural obstacles, not pleading to include us. Let us fight decisively, because they battled bravely to protect the rights. Their steadfast determination, they created opportunities for women who joined the revolution. The woman of Eritrea herself, throughout the period of mining of our nation, both at home and in exile, it is a difficult
effort to achieve the country's freedom and emancipation, as well as dignity and gender equality. Despite her sacrifices, the Eritrean woman has not received the reward for her struggle. As we commemorate this day, let us really remember the mothers, the sisters, and children who gave their life, as well as our heroes who are currently imprisoned under a tyrannical system, together with the poor and sexually abused. We stand united in the struggle of our citizens who face discrimination, betrayed. It is our promise to bring to reality the people's ambitions and expectations. Thank you. إذا حسيت عن حلوة كريم كذا
ካብተን ሰለስተ ኤርትራውያን ኣሓት ካብ ግዜ ስነተን ጀሚረን መሓዙት ዝነበራ ካብ ትምህርቲ ከይተፈላለያ ዝዓበያ ድሃ ተስፋፅን ኣበራሽ መልኬ ክሳብ ናብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ትምህርተን ምድየን ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝተሰለፋ ሓንቲ ካብተን ፈላሚት ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ወርቁ ዘርኣይ እያ። ወርቁ ኣብ 1949 ዓመተ ምህረት ካብ ኣቦኣ ኣቶ ዘርኣይ ሃይሉ በዓል እንዳለዎ ካብ ኣዲኣ ወይዘሮ ምሕረት መሓሪ በዓልቲ ቦርባርያ እያ ተወሊዳ። ኣብ ደቀ መሓርያ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ትግራይ ተማሂራ ካብ 6ይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ናይ ማእከላይ ደረጃ ኣብቲ ከተማ ተኸታቲላ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ኢተገበረን ቤት ትምህርቲ ክሳብ 12 ክፍሊ ተማሂራ። ሓርበኛ ስቡት ወርቁ ዘርኣይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ፈተና ማትሪኩሌሽን ናብ ዩኒቨርስቲ ዲግሪ ትምህርቲ ዘእቱ ነጥቢ ኣምፅኣ ምስተን ቁፅሪ ዝነበረን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ እያ። ን4 ዓመት ትምህርታት ተኸታቲላ ብዓውዲ ማሕበራዊ ዕዮ ሶሻል ወርክስ ብዲግሪ ተመሪቓ። ስቡት ወርቁ ዘርኣይ ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ኣብ ክፍለ ሃገር ኣሰላ ብምኻድ ዘቢታ ንህዝቢ ምሂራን ኣንቂሓን ኣገልጊላ። ሓርበኛ ወርቁ ዘርኣይ ኣብ 1971 ኣብ ዩኒቨርስቲ ከላ ኣብ ምስጢራዊ ምንቅስቓስ ጥሒሻ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተወዲባ ቃልሳ ተገማቶ ብድሕሩ ኣብ 1973 ናብ መስርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰሊፋ። ስድራና ኣቦይ ዘርኣይ ወረዳ ሓንቲ ካብ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ሕቱ ዘበርክቶ ታሪክ ዘበርክቱ እዮም። ኣቦይ ዘርኣይ ኣብ ንግዲ ዓለም ተዋፊሮም ሂወቶም ዝመርሑ እኳ እንተነበሩ ስርዓት ኢትዮጵያ ግን ምስ መበቆል ኤርትራውነቶምን ብዝነበሩ ፖለቲካዊ መርገፂኦምን ኣብ መወዳእታ 1977 ኣብ ዓለም በርቃን ማእሰርቲ ንሓደ ዓመት ንክልተወርሖም ተኣሲሮም ኪዳነ ዝተባሃለ ወዶምን ክበፅሖም ኢሉ ምስተለ ወንበዴ ኢሎም ዝሰብሩ ኣሲሮም። ወርቁ ንሜና ምስ ወረደት ኣብ 1973 ዝተበገሰ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ መንካዕ ዝተሰለየ ምንቅስቓስ ተፀመረቶሞ ግዳይ ኣለት ብዙሕ የኽላኻት ከዓ ዝሰገረት ነቲ ኩሉ መርብዕ ዘበሊ ተፃዊራ ነቲ መግዛእቲ ካብ ሃገራ ንምፅራግን ንሓርነት ህዝባን ኣንዲሃ ዝተሰለፈትሉ ዕላማ ብሓቆ ዓብዪ እጃም ዘበርከተት ናፅነት ንምርኣይ ዝበቕዐ ተባዕ ተጋዳሊትን ሓርበኛን ኣደን እያ። ወርቁ ኣብ ዕዘበትና ካብ 1973 ክሳብ 1974 ኣብ ተዋጋዒ ሰራዊት ነይራ። ካብ 1978 ክሳብ 1971 ኣብ ክፍሊ ምንቅቃሕ ከም ተረኸባን ካብ 1981-1987 ኣብ ህዝባዊ ምምሕዳር ከም ሓላፊት ጨንፈር ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ካብ 1987 ክሳብ 1991 ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣማዴ ከም ኣባል ፀሓፊት ሽማግለ ካብ 1990 ክሳብ 1995 ኣብ ኮሚሽን ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ሓላፊት ጨንፈር ኮይና ብተወፋይነት ተቐኒሳ። ገሊል ተጋዳሊ ስቡት ወርቁ ዘርኣይ ንዝነበራ ዓቕሚ ትምህርታር ንምዕባል ነቲ ቅድሚ ምስላፋ ዝነበራ ዓቕሚ ትምህርታር ንምዕባል ነቲ ቅድሚ ምስላፋ ዝነበራ ቀዳማይ ዲግሪ ኣብ 1993 ናብ ሆላንድ ብምኻድ ማስተርስ ዲግሪ ብዓውዲ ስነ ፍልጠት ዲቨሎፕመንት ስታዲስ ተመረቀት። ብፍላይ ድማ ፆታዊ ጉዳያት
gender issues. أبزعوا زيفوري من وقعات زترين أستمر عليه مصنعات البروجكت تسالفة أبي أبركته زجبرت زي تحل تقالاس الجامعة. أبكي تعلم تسعة مرات أسافر تعلم تسعة خمسة وكل الشيء جاي إكرام سدتين هذا الغير مرن بملاسل متياسل إكرام سدتين هذا كابسولار بزجبرة بقول ما يوقفت من تياسو هذا الجسم ميلاد مصنعات النبوة نهارهم تمن صوت طعم حبراو قطباو هيموت كمرو زغلو مدارات أبن ساسن أبن تجبارن عن جامعة الكتاب سويت والوزراء أحيان تعرف تسعة في بشتر بحتاوي موتان ممرة بزوسنة مسرة نجزاء ساتكان كونساتان ومؤم كتلة تسعين سويت والوزراء بزغبارة مياه مويا ومقع أو اشتهاجر تراجع حسرة نتزي كده سعرة أو زوانا أو راو كيتر في السبب الأطفال. كابتشين سابتشين أسر تعمش تن أزنبر أول ورقو أبان ما يكتب بسوا زوان برا. East African Regional Support Initiative تسبب زي مستوى بالمغان إرتراوان مكانسيو أبزي برتاو أرسل مهناس هاجرين زجاجر زرلون الترى أكلا بنا ما كان زرلون زجاجر تقالس له. قريب تغير الزراعي عشان تعطي سواء شو بيشتغل مستقر لا يكون جمعها ولا بتاعه مكروه بس نزرعات مرعى أسباب بار حالة الفرازة مرعى عبد الحليم ورقو حفظ سلسلة أسبوعه ورقو كل تساوية سنان غيسا نغارسي ساقعو زوسعة حربنا ورقزاء بسحابنا حمام مخنيات أو اشتنا برقا الحكمنا والمثال قبل في حلوسنا بعد العصر تحدث الحتري بسرعة سلام بعدين لكن ساعة 4 وقفتها حيلا أي مصبتار إيرترا تسويها بسرعة كبرى أو مكان مغرب الحربين حتى تسمرة بقدر أسكر تغلقل ورح الحبيب بسرعة سلام بعدين ديت السبب مغارستان سدرا مغارستان تتوتن عبز استرد متبسين الحربين وزراي مجمرة من السلافة فرطوان زنبور بيت السبب أقاسي مغارستان بابن اليوم تاريخا زحلة فرطوي وتنبيلاس زكباء كبري ومعنى كبري أيضا له أنا المؤمن ليلانا عشان تعطي السمانة سلسلة أبشكل زبها بزبا صاحبي عشان تعطي السمانة سلسلة عشان تعطي السمانة شعاع العام تمر نحمش تعمل تأكد بحاري وحامل تلبيزة سليمة قدم أنزباب الحدار فأنت نبرك بجيكر قلنا محور بالكارس يوها مالي سلسلة تسحبت بحارة سليمة أخي محور بقى أجمع مسرع سريعة ورقو أخو فين ورقو زعلان وكسيوت قبرت ودقيق مصنعة نتبارك ونمعبوك ونتسعف من البارك معبية نسائل لكن سيوت سعيدة عارف جامز بركة مدحر وطولو بايتا أسيطة حالفة حربين أرجل ورقو دكان سيوت فتتن غسلتا تتبابعن فلتأتا في الجسم وزحات الكلام بتحتنا التملس حكي أيضا زعمت له كم زراب كم زيت له بدفرة حسابات تدرس زيت من الله البحري تكون تبع نايم كرا الزلال فتح أحد حالنا نزاجنا سيدي التوراة زي معبي برد حسن بقى نتسمعني وزتبعات الطوامة ويبدي جنة تبعات المسكر متعيدن لا يحل مع البلد سمعني موساقا ورقو حربنا بحر ويناز
رأيت إبلا بس حسيت إني فاهمة فاهمة نبزي كلا العين جوف في القطار نبزي والعين جوف في القطار نتحرنا وتبرحنا بحريتنا من يسير وأخلاق طول حتى يكبروا بين بمنا يدرس تاريخها كله وأنا مرحلة التفاز زلنا مسألة عن إثبات الكتاب درجة أكبر أي أمر فوق الكتاب مثل صدى مريكا ويساونا بالكبات والنادة هو نور الله ولدنا البي أبدا سلهزبنا كانت أسكي زرقي عطوة الماء والبزي الأسكي هشام ولغي بالكعزة المعلم عرف صنيعي كان السلام والمعلم حابب الكانس في إكتراك أسيس فلنبي من قوتاز وحقي وعلى وحارس مريحي تعسى الرجل كل زملائي عن جوهي نايمة تلبس أيتين بعلي أسفل تأكيد وبعلي أسفل تأكيد معرى كبت سلابتي حبو سمعتي في الشهر تبري تسفاقي سنققي كل تسمينك محرقات سنينك حتى تلابس في عفقي ززمعكي رون وزحاي شكر تساوي لما سمعت التمسكي وبعد تنيزكي سنينك كبر زبلو وريتوقي أمريكي زحارتي جبنا رأيي أنسي لذا جبنا بسعيدي نخفاتي كبري عدل الزبر بيك عدل فوري تاريخ حسن بلي أفتو مزقب كبري ورقو لو مستوديوكم بقى انتهي مقدمي مع افتقاء أغيبا كاب حسرت عمري حسين ميلان أختار زل أنا بيتكي أعرفني كبري زل آدم أعرفني أو جنة بيتكبرني فتالي كاب سيتغل ووعستغل ونبستي قبرها بس شمون تمنقري أسرع 4 سوين أمريكا هي سيرة ذاتية مختصرة للمناظرة الجسورة ورقو زرعي التي رحلت من دنيانا الفانية يوم 11 يناير 2024 تسرد تاريخها النضالي زميلتها ورفيقة دربها المناضلة كريستي كبرى يوهانس وسوف أقرأه باللغة العربية. من هي ورقو زرعي؟ هي واحدة من زميلات الدراسة الثلاثة في أديس أبابا اللواتي لم يخترقا من بعدهم ذهب تسفازين وأبراش ملكين وستأتون استقرت حتى الالتحاق بجامعة أديس أبابا ومن بعدها التحقنا إلى قوات التحرير الشعبية الإريترية. المناضلة ورقو هي من أوائل المناضلات في قوات التحرير الشعبية. ورقو من مواليد 1949 بوالدها زرعي حيو من أمبادكو من والدتها محرد محري من خرباريا. درست في مدينة دكامحرة في المدرسة الإيطالية حتى الصف الخامس وبعدها درست في المنطقة وذهبت إلى أديس أبابا لإكمال دراستها المتوسطة. درست في مدينة تجمنن حتى الصف الثاني عشر وبعدها امتحنت لشهادة دخول الجامعة. درست في جامعة أديس أبابا ل4 سنوات وتخرجت في كلية الشؤون الاجتماعية أو social work في بداية السبعينات من القرن الماضي. شاركت في الحملة طلاب الجامعة
انضمت إلى العمل السري السياسي التابع لقوات التحرير الشعبية. بعد ذلك في عام 1973 التحقت بقوات التحرير الشعبية. المناضلة ورقو تنتمي إلى عائلة مناضلة، والدها لم يستمر النظام الإثيوبي وسجن في نهاية عام 1977 لفترة سنة وشهرين في سجن علم بكني، ذلك ذو سمعة سيئة. وأخيرا كدانة عندما زار والده وهذا أخوها سجن وضم إلى والده في السجن بتهمة ومنع خارج القانون ومتمرد. ورقو في الميدان انضمت إلى الحركة التقدمية داخل التنظيم، والتي عرفت فيما بعد باسم منكع، وأصبحت ضحية هذه الحركة من قبل التنظيم، وتحدث عوائل كثيرة وهي مناضلة جسورة. من عام 1973 إلى 1974 ناضلت كمناضلة عادية، ومن عام 1978 إلى 1980 عملت في فرع التوعية، ومن عام 1981 إلى عام 1987 عملت كمسؤولة إدارية في فرع شؤون المرأة، ومن 78 إلى 92 عملت في حمادية الجمعية الوطنية للمرأة الإريترية، عملت في لجنة شؤون المغتربين بكل إخلاص. من عام 1992 إلى 94 واصلت دراستها في مجال تخصصها، وسافرت لمواصلة الدراسات العليا إلى هولندا لنيل شهادة الماجستير في شؤون دراسات التنمية، وقدمت مشاركات فعالة في دراسات القضايا الجندر ايشوز من عام 1994 إلى عام 1995. عملت في مشروع مفوضية عودة اللاجئين من السودان والتصريح المجندين بسبب إمكاناتها العلمية وتجاربها، وكان لديها دور فعال في وضع أسس لعودة اللاجئين والاندماج في مجتمعهم. في عام 1996 المناضلة ورقو قررت أن تعمل عمل خاص كمستشارة، وفتحت مشروعها الخاص. من عام 2000 إلى عام 2015 عملت في East African Sub-Regional Support Initiative، مبادرة الدعم دون الإقليمي لشرق أفريقيا المؤسسة الغير حكومية. والمناضلة ساهمت تعزيز دور المرأة الإريترية في النضال وفي بناء الوطن، وتم عقد غرامها المناضلة ورقو في عام 1986 مع المناضلة والدة برهان والدة ميكائيل نكروما، ولديها مولودة واحدة وهي ورقو أخت لثلاثة شهداء. المناضلة الجسورة ورقو زرعي ناضلت طيلة حياتها بكل شجاعة وإخلاص وتفاني. بعد الأمراض التي ألمت بها رحلت في يناير 2024، وتم الدفن في مقابر الشهداء في أسمرة يوم 12 يناير 2024. وكتب كثير من أصدقائها وزملائها وشهدوا لها عن تاريخها النضالي الناصع ودورها الفعال في النضال الوطني، لا سيما شؤون المرأة في مجال التوعية ورفع مستواها لكي تكون عضو فعال في المجتمع. وشكرا لكم وتحياتي. سلام كلها ذكر الأبوة والدة محافل الأسكن والذكرين. بعد التحية الحضور الكريم والمتابعين، يشرفني بهذه المناسبة أن أذكر
أبزي بدعمي حبت سمعني حتى كافتن تقالتينا الحق ابتدائيين من برتقالة أب إرتا أب نايك عسي إزدي إرتا بجيقنا ند سبحي الدرعيت كتا كسد سدني وهي المعارض الابتدائية سعدية تسكو النسور مكة الابتدائية سعدية من مواليد مدينة كرم عام 1951. تقاليد ابتدائية مالت نفس لايفة دا وفيت بحيث كربتي كتكون سكرفاك كتكون بشحن تشعر لمدن حمسان حنان أبكران توليدا. شاركت سعدية تسو العمل السري المطالي في مدينة كرم وكانت هي وزميلاتها يساهمن بما يطلب منهن من مهمات سرية استخباراتية. تقاليد سعدية تسو مسكارات تقاليد تقوينا أبكا كما كرم سيراوي سرحات استعيد ذكريات سرحات يكايدان يرم استدماني كمثلا مثل نقل الأسلحة والتخايل من مكان إلى آخر والمتابعة ضمن عمل منظم على شكل خلايا سرية لتجنب الوقوع في فرط العدل. استدماني نتسألي من زيت نقرأ يركا بمسيرة نقرأ مستقالة السلامي عن سر الرعنا يشتي كمان قرن دكاية أودنا براسي رحاب لكمات. والعمل مع العمل بالتنسيق مع الابتدائيين يأتون من الميدان لتنفيذ العمليات. يستمرون بسهم الابتدائيين وين ما يسكرفايس نقرأ كاية خلوصة وزوجتك كمان مسألة سمامي عام مسألة دكاية وفي عام 1968 كلفت سعدية بالدور في عملية تصفية عميل. كان هذا العميل علي بخيت شو مدمن علي بخيت يوزي سبزي كان سرح ابتدائي توحيد نصر الحضارة. السدماني كان يشكل خطرا على المدينة بأكملها. السدمان حتى جاي كمان كلها الحدقات لما كان يعرفه عن المدينة كرم والمنظمين داخل المدينة وارتباطهم بالثورة لأنه أو هو على الوقت كان مع الثورة وسلم نفسه للعدل. فالسدمة حتى جاي تقول الله تبارك الله من أفتح كمان مقنيات التقادلين استجادت التمسيرات زعلتك كمان تمسير على مشترك كمان نبرو سلسي نبرو لذلك كمان سوس أدوان مستلعب مستحبا بريع لكي يدخل والدك كمان ثم سار يدل العدل على الجميع من كان له علاقة بالثورة. ثم نسألعي غيره نظام سرعات نظام حزبي تساعدهم الجميع. زي الزيادة وضعت الجبهة بطل التخلص من هذا العميل بعملية ابتدائية. زد الماني جبهة سبتنا توصل له ابتدائية كيرا لقد الصلاة والسينما مع الجبهة. إذا عملية زد الماني بطلتها كانت ابتدائية سعد التسويق. إذا سبت أمي سعد التسويق لقى هيرو سعد التسويق. دور سعدية في العملية كان كده أنا سعدية أفتح عملية أفتح أوبريشن ثانية كنت أقولنا أن تستدرج سعدية العميل والذهاب به إلى منزل محجور حيث كان الابتدائيين بالكبار. سعدية نسبت أبوتا سبتي بالجزاء أبو نقطة وسط ابتدائي المالي أبو سبت وسط توسيله معنا. السلاسي سبت وسط تمت العملية بنجاح
مستبدئين بداخل جامعتي. ومع الأسف في اليوم التالي للعملية جاءوا جنود العدو الوالد السعدية وقالوا له إن لم يحضر بنته قتل سيعدمونه. نسبحيتو سألعينا أبوان سعدية مزيعو وكانت زين إخايا أنا قتل كاينا أنا أبزل الله الحكومة أبزخضي بالليل ولك أنا بإيدي الله بمرتو نسخهم بعدين فلتوما بمعنى قديمهم كيدهم إذا سبحيتو فعلا مزيعو وباليوم التالي وفعلا جاءوا اليوم الثالث وعدموه أمام أبناء الصغار الله يرحمه الشهيد. سلازي نتبع سلسلة عندي مزيعو لما أعطي لهم قد نسبقوا أفضل من عشت بالأوف أعطي لهم عندي. تسفو كان قبل عدد من الأطفال كانت سعدية أكبر منه. تسفو أنا سعدية ما عشت قبل إسحاق يوم عبد يوم كانت ما سعدية يعني. لك أن تتخيل هذا الثمن الذي دفعته سعدية. كانت سعدية حزينة طول حياتها بسبب فقدانها لوالدها بهذه الطريقة، ومع ذلك ظلت صامدة ومخلصة في عملها الضاري. سعدية سواء أنا يبقى بدعمي يحزنا ولا كنت نبري بس عادك عساتك كان يدير الفدائية سعدية تسمو هي نموذج الحي للمرأة الأريترية في فترة الإسلام الإسلامي. سنة سعدية ولا حتى تبع تقابلت فدائية تكون بري لسه كم أبنت كم عادة مثلا حتى كم أبنت كم أبنت سلام عملت تزيكون بسحات كم أبنت سلام فهناك مئات أو آلاف من النساء أبتدأ ذاتي ما يطلع أنا أشحال في العين كم عاد الصلاة من الفتيات الأريتريات التي لم يكتب لهم بس حتى مساعدة مثلا تاريخا ذيك السنة دي أما أنت أشحال في العين أنا ذيبل نمن تاي تاريخا ذيك السنة دي تتعلم ديسمبر 23 كل المجتمع الإريتري فرض عليه أن يعمل لتحقيق الوجود الوطني الذي يتطلب التضحية والفداء. أبشع جزء كل حزب إريتريا بمعنى تلاعينه بمعنى كان سكرفايد بمعنى الشعوب مخيانه ويكون لي ناس حاجة تتعاون كتوليا ويأكل كتوليا بزدل كلهم درجة فدائية منهم كلهم درجة نفسهم نفح لفون زحق رجال الرباط ومنظارهم كبغم عيني كان يدوس الزنبر بفلو عيني أيتقاري أو إسبيشال بينو أيتقاري عبنا قرأي يعني مرة نتوقع بالنسبة لدابش عكس بعض حادثا يتسلسل وعليه كان يتسابق في الأضحية وخاصة جيل الستينيات والسبعينيات ولذلك لم نجد بيت خالي من شهيد أو أكثر. سلازي كل سبب ليبل ناي سكرفايس لزنبر كل سبب أبحث نبحث أبحث عن سيكايس لزنبر أو لو نتم تحقق لزنبر نفس الوقت جزاء وكم حدثوا للعلي دي كفلين وبالتالي نضالات وتضحيات كل من الإريتريين الشعب زي من زي وزي أمس
بس إذا الشم حيزان سلطة كان سلطة ربع أشماتا فلوت عين برا حنا بس وخا عجينا كأني شلل يوسف كي بس قبل لا تاريخ أنا بدي أنا جبنا نتكلم كي بس قبل حالتي نقولت ساعة من تحول الأدواني المرة الأولى في ميدان أثبتت بجدارة البطولات التي يجب أن يقدمها التاريخ من شجاعة وقدرات قتالية فائقة والعمل في جميع المجالات مثل توعية وتنظيم الجماهير والعمل في مجال الصحة والتعليم. أبو كيد دخلنا جيب من ترى مجال الإنسان. نايت يقول نايت سمع حزبي يقول كل جيب من ترى مجال الإنسان. يعني مثال سعدية تسمو الفدائية من الواضح سعدية كانت شجاعة وجريئة ومن النوع الذي لا يظهر عليه الاضطراب النفسي أو التردد أثناء تنفيذ العمليات الفدائية والتحضير لها، وما يدل على ذلك قصة الطرد أو القفة الجميل. سعدية حتى كم عملت لها كانت الأوسيطايا أنا نحدد البعض دفع زي تفرح اسم البرد اسم لاي كونفيوز وخان وين يفرحي عينك طبيعة زي نهار عندي إيش اللي قصة وين بالمزاج عندك يروما قصة ما نبرد تايا جنبي نيرو يزادو خيط نيرو جنبي شغال اللي تعيط وي قنابل يكون جرينيد يكون قلب يوم يشوف قبل الحلو فرج غيره خيط نيرو أنا كنت أطوي له الله تي تسبب كنترول تبدي بدنا برد آية حرف رياح إيه أبي خدمة خلاص أخذي تجملي العلم اللي استعملت حديث اللي مش دوقي معنا يسوي خليت المقدم خليت اليوم حبي دفتر المقدم لا كيف حجي زاد حجي تريا أسيرة كم كمبيوتر فاضي ولا أمام مثلا السكن تيجي أديها أفكار عصرية حتى صباحيتك تفكر مخالفة دخلتك زين هاي الحكي تبقى تقطع نقول سيدي إرتاح زين تقدر بديت تمسكين أنا بحكي تشوف كيف سلسي هاي جميل ما بصير القفة أو الطرد عيش الطحين الذي أوهمت به العميل عندما طلبت منه مساعدتها للتوصيل لها منتصف الطريق، ولكن حقيقة هذا الطرد كان سلاح داخل الطحين. أخرجت حرج بردي أنا بحكي وكون سعديا كما أبنتنا أنا جبنا على سيدي أبا تذكر لنا